السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الاحوال ديالكم تكون طيبه، وكنتمنى هاد لا فيديو ديالي اليوم تلقاكم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا معايا اليوم حضرت معكم هاد الكيك هذا. هو كيك عادي ولكن بشكل مختلف، كيعطينا واحد المنظر هكا اللي زوين، كيجي رائع بزاف، والمذاق ديالو حتى هو كيجي لذيذ. كنت حضرت معكم سابقا فيديوهات سابقه بالكاكاو اولا بشوكولاته وبالليمون، ودابا غادي نحضروا معكم بالكريمه البيضاء. على بركه الله، في واحد الاناء غادي نوضع 4 ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف عليهم كاس ديال السكر، وغادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى كتذوب ليا سنيده وسط البيض. صافي من بعد ما كتذوب ليا هذيك سنيده كنتاكد منها مزيان انها ذابت. هنايا غادي نضيف الفاني، الا كان عندكم الفاني ديال الساشي ضيفوه في الاول مع البيض وسنيده. هنا غادي نضيف كاس ديال الزيت النباتي، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. بالنسبه لهداك الفاني انا ضفت تقريبا واحد 4 معالق صغيره. من بعد غادي نضيف واحد الياغورت بنكهه الموز اولا بنكهه الفانيلا اللي كتفضلوا نتوما. هنايا نفس هذاك يعني الحك ديال الياغورت غادي نعمر النصف ديالو بالحليب، وغادي نضيف عاوتاني داك الحليب. من بعد غادي نخلط وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا خديت ليا 3 الكيسان ونص، فانتوما غادي تبقاو تضيفوا الدقيق بشكل تدريجي بشويه بشويه. انا غادي نوريكم القوام في الاخير كيفاش خصو يجي. كما قلت لكم انا درت ليا 3 ديال الكؤوس ونصف. ضفت في الاول 2 ديال الكيسان، ودابا غادي نضيف كاس ونصف. من بعد غادي نضيف 3 ديال الخمارات من فئه 7 غرام. غادي نغربل كلشي، ضروري ما تغربلوا خمارات والدقيق. صافي هنايا غادي نخلط حتى ينسجموا العناصر مزيان. هانتوما الخليط خاصو يجي على هذا الشكل هذا، ما كيجيش ثقيل وما كيجيش عاوتاني خفيف بزاف. هانتوما باللي كندير رقم 8 ما كيتمسحش ليا. صافي هنايا عندي هذا المول هذا اللي دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق. غادي نصب فيه الخليط وغادي ندخلو للفران. انا الفران ما سخنتوش من قبل صراحه، درت فيه الكيك نيشان وشعلت عليه، درتها في الرف الوسطاني وشعلت عليها من التحت عافيه متوسطه شي شويه. صافي حتى يعني طلعات وتحمرات، وشعلت عليها الفوق باش تحمرات هكا من الفوق. صافي من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا، خليتها حتى بردات. دابا غادي نديمو ليها على هذا الشكل. هانتوما شوفوا الكيك، راه كان باقي سخون شي شويه، راه كيجي رطيب. هانتوما راه كيجي رطب ورائع بزاف، كيجي زوين. غير كما قلت لكم طربوا في الاول البيض مع السكر مزيان، و يعني حاولوا تعطيها هكا غير في التطراب في الاول. اما ملي تضيفوا الدقيق ما تطربوش بزاف، غير خلطوه صافي. غنخليها جانبا وغادي ندوز باش نحضر الكريمه. عندي نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف عليه 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف عليه 3 المعالق كبار عامرين مزيان ديال المايزينا، يعني يكونوا بومبي عامرين مزيان، اولا ضيفوا 4. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نديرهم فوق النار عافيه مهيله مع التحريك المستمر، ما تحبسوش وانتم تحركوا حتى كيعقد لكم الخليط. هانتوما الخليط في الاخير كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي عاقد. صافي من بعد غادي نحيدو من على النار وغادي نضيف عليه واحد الياغورت بنكهه الموز، كيعطي واحد البنه رائعه لهاد الكريمه. هاد الاضافه هذه كتعطيها واحد البنه رائعه. اي ياغورت بنكهه الموز ضيفوه. صافي غادي نخلط مزيان. غادي ناخذ المول اللي طيبت فيه الكيك. من بعد ما غسلته خصو يكون ناشف، هانتوما كنوريكم خاصو يكون ناشف تماما، ما يكونش فيه حتى قطره تاع الماء، مسحوه مزيان مزيان. من بعد غادي ندهنو بشويه ديال الزيت النباتي، هكا ندهنو كامل. راه ما تخافوش الكريمه راه ما كتلصقش. صافي هنايا مورا ما دهنتو كله مزيان،
صافي دابا غادي ناخد ديك الكريمه، يعني حاولوا تزربوا شويه باش الكريمه ديالكم ما تعقدش. صافي هنايا غادي نكب فيه ديك الكريمه على هاد الشكل. ودابا غادي ناخد الكيك ديالي غنقلبو فيه بحال هكا، وغادي نحاول نضغط عليه حتى تطلع ليا الكريمه هكا من الجوانب. غير ضغطوا ما تخافوش، الا كانت شي جهه ما فيهاش الكريمه بزاف غير ميلو بحال هكا حتى تطلع لكم الجوانب كاملين بشكل متساوي. هانتوما بحال هكا. من بعد غادي تدخلوها للثلاجه، تخلوها تقريبا واحد 4 ديال الساعات حتى كتشد راسها. مورا ما كتشد راسها كنخرجوها من الثلاجه. هانتوما باش كديمولا دغيا كنجر هكا هاد الجوانب غير بحال هكا، نجر بحال هكا، ما ديروا لا مسلا والو حيت يقدر تخسروا لي هادوك الجوانب ما غيبقى الشكل ديالهم زوين. كندير لهم غير ديك الطريقه، كنقلبها هكا، كنحاول غير بحال هكا. هانتوما كنضرب بها غير بحال هكا. صافي هانتوما راه دغيا كديمولا. هانتوما انا كنوريكم ما كتلصق ما والو، غير تبعوا المراحل ما تخافوش منها، وتكون جامده مزيان. عطيوها حقها مزيان في انها تجمد 4 ساعات حتى ل5 ساعات. صافي هنايا من بعد ما ديموليتها التزيين كيبقى اختياري. انا درتها هنايا غير قشور ديال الليمون، ممكن تخليوها غير هكا، راه المنظر ديالها كيجي رائع بزاف. هكا كنوع من التغيير. غادي ندوز باش نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش جات. انا كنوريكم الشكل ديالها، من قوه ما عجبني الشكل بقيت كندور فيها باش كنشوفها كيفاش جات. هانتوما كنوريها لكم من جميع الجوانب. ودابا غادي ندوز باش نقطعها معكم باش نشوفوها كيفاش جات من الداخل. كتجي هكا، هو هي راه كيك عادي. يعني ديك الكريمه، يعني كما قلت لكم ديك الكريمه كتعطيها مع ديك الكريمه وداك المول كيعطيه دوك ممكن ديروها في مول عادي ماشي مشكل، كيعطي هذاك المنيضر كيجي رائع. انا هنا ما قطعتهاش مزيان كلها، ما قطعتهاش حتى لتحت، دارت ليا. هانتوما الكيك راه كيجي رطيب رائع والمنظر ديالها كيجي زوين بزاف. كنتمنى لا فيديو ديالي اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى هذا الكيك هذا يعجبكم. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو ليا فراسكم الى فيديو قادم بحول الله. مع السلامه.